أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد على القناة، يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة يا شباب، أنا كان في نقطة كنت نسيت أذكرها في الفيديوهات اللي فاتت، وهي نقطة الايرور هاندلر. فنقطة الايرور هاندلر هو معظمنا بيستخدم نفس الكلاس. يعني حد جابه من على ريبو على الجيت هاب، وتقريبا كلنا بنستعمله هو ان احنا بنكريت اول حاجة الفيلير كلاس، ونعمل له اكستند من equatable، وبيبقى بياخد مننا كود ومسج. بعد كده بنبدأ ان احنا نعمل الداتا sources والايرور كودز. الايرور كودز اللي هي دي، ان احنا نعمل response code success و no content و bad request والكلام دوت. انا زي ما انا قلت في اول فيديو، هحاول اكون ان انا بشير البروجكت كله على جيت هاب في الاخر، علشان كل حاجة تبقى موجودة لو انت حابب تشوف اي حاجة. بعد كده في الداتا سورسز، بنعمل الانم اللي فيه اسماء الايرورز، وبنعمل زي اكستنشن او مابر ياخد يسويتش على الايرور اللي راجع، و بعد كده يرجع لي الايرور كود والايرور مسج اللي احنا عاملينهم. واخر حاجة هي جزء الايرور هاندلر نفسه. هو بيتشيك لو دايو اكسبشن هيدخل في الايرور هاندلر. لو اي ايرور تاني، او مثلا حاجه ان هو مفيش نو انترنت مثلا، او ايرور مش معروف، هيخش هنا في الديفولت ان هو يقول لي unknown error. طبعا الايرور هاندلر تحت هو بيتشيك لو connection time out بيرجع لي connection time out، send time out بيرجع send time out، receive time out بيرجع receive time out، ولو الريكوست اتكنسل بيرجع الكنسل. ولو باد ريسبونس بقى الايرورز التانية بقى، غالبا باد ريسبونس دي بيندرج تحتها كله بقى ان هو يرجع لك 404 401 500 اللي هو unauthorized يعني، والسيرفر انترنت سيرفر ايرور ونوت فاوند يعني والكلام دوت كله بنهندله تحت هنا. فكنت محتاج ان انا اذكر معاكم الموضوع دوت علشان نقدر ان احنا نبدأ نكمل في بقية السلسلة. بعتذر لكم على ان انا نسيت الجزئية دي في الفيديوهات اللي فاتت. بس يعني اعتقد كلنا فاميليير مع الكلاس دوت او جزئية الايرور هاندلنج بالطريقة ديت. تمام. واشوفكم في الفيديو اللي جاي. في الفيديو اللي جاي بقى هنكمل ان احنا نعمل الداتا سورس والريبو واليوز كيس بتاع الفيتشر بتاعنا. شكرا انك وصلت لاخر الفيديو بتاعنا. اشوفك في الفيديو اللي جاي باذن الله.